اتعلمت فن التعريب. الموضوع كله بدأ لما كنت بعمل ديزاين على فوتوشوب، وكنت عايز اضيف تكست للديزاين. حاولت اختار فونت من عندي، بس للأسف ما كانش فيه حاجة مناسبة، فقررت اتعلم تعريب الخطوط الانجليزي. أنا مصمم مش ماشي قبل ما تتكلم. اول حاجة محتاجين نعملها هو اختيار فونت مناسب. في مواقع كتيرة ممكن تلاقي عليها فونتات انجلش، زي مثلا موقع ده فونت، وهنبقى نعمل فيديو ان شاء الله قريب عن مواقع الفونتات العربي والانجليش، فاتأكد انك عامل سبسكرايب للقناة. المهم الفونت اللي انا اخترته هو فراي ان لي. ما علينا يا جماعة، هو ده الفونت اللي انا استخدمته. بعد ما اخترنا الفونت المناسب هنكتب الكلمة اللي عايزين نعمل لها تعريب. انا مثلا اخترت اسم القناة وهو انا ديزاينر. مبدئيا كلمة انا ديزاينر فيها اكتر من حرف، ولازم نلاقي الحروف اللي ممكن تدينا نفس شكلها في الفونت الانجليش، طبعا بعد ما نعمل عليها شوية افكتات، ودي عامة فكرة التعريب. اول حرف في الكلمة هو حرف الالف، واقرب حاجة ليه في الفونت الانجليش هو الاي. هنظبط الابعاد بتاعته بالشكل ده. تاني حرف معانا هو حرف النون. لقيت ان اقرب حاجة ليها ممكن تبقى حرف اليو، بس طبعا هنعمله فليب هوريزونتال ونظبط الابعاد بتاعته بحيث يبقى اصغر من الالف. اهم حاجة برضو ان احنا نستخدم اداة المسطرة عشان نظبط الابعاد بتاعة الحروف كويس. بعد كده حرف الدال في كلمة ديزاينر. هنروح لحرف اليو، بس المرة دي هنعمل له فليب 90 درجة بعدها فليب هوريزونتال. هنعمل كوبي من حرف اليو عشان نعمل اليه. وعشان نعمل حرف الزين هناخد حرف الجي. وهنعمل حرف الألف ونحطه فوق الزين عشان يدينا شكل حلو. أما بقى عشان نعمل حرف الياء التانية هنختار اليو برضو، احنا لينا غيرها، وهناخد منها كوبي عشان نعمل حرف النون. وفي الآخر هناخد كوبي من الجي عشان نعمل حرف الراء. وفي النهاية هتبقى معانا بالشكل ده. وعشان نعمل باقي النقط هنستخدم أداة الدايرة، ونشيل منها الستروك ونخلي الفيل بتاعها باللون الأسود. وجينا دلوقتي لمرحلة الألوان. في الأول عملت جريدينت بدرجات الألوان دي عشان يبقى فيه زي لسعة إضاءة كده، بس ما عجبتنيش قوي بصراحة، فغيرتها للون الأبيض وعملت النقط بجريدينت أصفر وأورنج. المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الإفكتات اللي هتخلي شكل التكست جامد. ومن قائمة effects هنختار ستروك. الستروك هيبقى باللون الرمادي وهنحاول نكبره على قد ما نقدر. ونروح بعد كده لدروب شادو، هنخلي الأوباسيتي بتاعته 100% والسايز 0، ونحركه في المكان المناسب. ممكن برضو ان احنا ناخد كوبي من الجملة ونكبرها ونقلل الأوباسيتي بتاعتها. وهيبقى ده الشكل النهائي.